تخيل لو في يوم من الأيام قدرت تفتح دماغك على الآخر 100% من قدرتها، لا قيود لا حدود. هل كنت هتبقى عبقري، بطل خارق، ولا يمكن توصل لحاجة أكبر من العقل البشري نفسه يقدر يتخيلها؟ اللي العلماء متأكدين منه إننا ما بنستخدمش غير حوالي 10% من دماغنا في وقت واحد، والباقي مش نايم لكنه محتاج ظروف معينة عشان يشتغل. الخيال العلمي بيحب يلعب بالفكرة دي. أفلام زي ليميتلس أو لوسي ورتنا إزاي الإنسان ممكن يوصل لقوة خارقة لو فتح دماغه 100%. ألبرت أينشتاين قدر يعيد تعريف قوانين الكون بعقل متحرر من المألوف. نيكولا تسلا كان بيشوف اختراعات كاملة في دماغه قبل ما يرسمها أو يبنيها. ليوناردو دافنشي اخترع، درس التشريح، الطيران والفيزياء، وكأنه كان بيفكر بدماغ مش بشرية. ستيفن هوكينج رغم إنه كان عاجز جسدياً لكن دماغه جابت نظريات عن الكون، مغيرش بس العلم، دي غيرت إدراكنا لوجودنا. تخيل إنك تقدر تحفظ كل كتاب قريته بمجرد ما تفتحه. تتخيل المستقبل بدقة بناءً على كل معلومة صغيرة حواليك. تتحكم في جسمك لدرجة إنك تشفي نفسك من الأمراض، أو حتى توصل لمرحلة تتواصل فيها بالعقل مع غيرك من غير كلام. الدماغ فيه أكتر من 86 مليار خلية عصبية، كل خلية بتعمل اتصالات مع آلاف غيرها، يعني كل فكرة بتمر في عقلك بتولد ملايين الإشارات. لو قدرنا نتحكم في ده بالكامل ممكن فعلا نغير قوانين العلم والطبيعة. ممكن نوصل لمرحلة نتحكم في الزمن، أو نعيش في عالم موازي نصنعه في دماغنا. ممكن الإنسان يتحول لكائن عنده قدرات تشبه الآلهة، ولا دي حدود لا يمكن للعقل البشري يكسرها؟ لو عقل واحد 100% ممكن يغير العالم، تخيل لو البشرية كلها وصلت للمرحلة دي، هل كنا دلوقتي عايشين على كوكب تاني؟ ولا كنا وصلنا نتحكم في قوانين الكون نفسه؟ اللي نعرفه النهاردة عن دماغنا مجرد البداية، واللي ما نعرفوش أضعاف اللي نتخيله. السؤال الحقيقي، لو عقلك قادر يوصلك لأبعد من حدودك، أنت مستعد تفتحه للآخر؟ ما تنسوش يا حبايبي تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان سيبولي رأيكم الحلو في الكومنتات. كلامكم بيفرق معايا وبيشجعني أقدم لكم أحلى محتوى.